يا جماعه أنا كنت لسه بصور الليمون وبصور الاكل، لقيت جوزي جاي بيقول لي ستوب، ما تجيبيش حاجه. كنت لسه هحمر بقيه الفلفل ده، انا حمرت شويه دول، هحمر بقيه الفلفل ده واحطه على المسقعه دي، مسقعه وش. والليمون هو خد نصه، والسلطه كنت عاملاها نص عمايل كده، اللي هو مخرطه الجزر على الفلفل على اللهم صل على الخيار، وسايبه الطماطم كده. لو قطعتها من بالليل كانت الطماطم هتسر الميه اللي فيها. فقلت بقى الصبح اجهز كده تكون سلفتي جهزت بقيه الاكل. لقيت جوزي جايبي، على فكره أنا زعلت والله، انا بحب اصلا اكل يعني. لقيت جوزي جايبي يقول لي احنا جبنا اكل جاهز من المطعم. ما كناش عارفين ان في حد هيروح يعني، فلما لقينا حد بالمره بيجيب من البلد اللي هما بيجيبوا منها دي، فجابوا اكل جاهز من المطعم، اللي هو بقى فول وطعمية ومسقعة ومخلل والحاجات دي كلها. فانا الاكل ده مش هيترمي اكيد يعني. انا دلوقتي هسيب المسقعة تبرد. يا جماعة والله انا زعلت جدا. هحاول بقى ان انا اتصرف بقى في الاكل دوت يعني. احنا نتغدى وهنفطر، هو مش هيعمل، هو المسقعة والفلفل بس اللي زعلان، لكن السلطة مش هيزعله. وبالنسبة لليمون طول ما هو في ميته مش هيحصل له اي حاجة. هروح بقى انا افرد الغله بتاعتي وكده. انا يعني اللهم لك الحمد، الغدا بتاعي بقى جاهز. انا ما كنتش هخلي منه اي حاجه، كنت هعمل الاكل ده، كنت هعمل لنفسي انا اكل تاني، كنت هخرج اكل، او كنت ممكن عملت الغدا من ابتدى وعدس ولا حاجه، عشان خاطر هنشر غله فمش فاضيه. هروح انشر بقى الغله بتاعتي واشوف اللي ورايا، ويبقى كده الاكل بتاعي الحمد لله جاهز على الغرف. لو اي حد جه في اي وقت، العيال من المدرسه، العيال صحت التانيين، جوزي جه، يبقى الغدا بتاعنا جاهز على التسخين. يلا قدر الله ما شاء فعل. والله قبل الفيديو ده انا لسه بقول لنفسي كل لقمه بتنادي اكلها، زي ما المثل بيقول يعني. انا اشتريت الفلفل ده على بعضه كده يجي 4 كيلو ولا 3 كيلو ونص. كل الناس وانا بشتري كانت بتقول لي انت شاريه كميه الفلفل دي تعملي بيها ايه؟ انا بحب الفلفل جدا على المكرونه وعلى الكبده، ما اعرفش اكل كبده ومكرونه من غير فلفل. اللي هو ده، اللي هو الشطه البارده ديت، او فلفل من الرومي عادي اي حاجه. وبرضه المسقعه ما بحبهاش كده ساده، لازم احط عليها شويه فلفل. فقلت لهم لا، انا بحب الفلفل وبحب استخدامه. لما جه موضوع الانفار، هو قالوا ده مش هيجيبوا اكل من بره عشان مش لاقيين حد يروح يشتري. قلت لهم انا عندي كل حاجه، عندي البدنجان وعندي الفلفل وعندي سلطه، عندي خيار، عندي جزر، عندي كل حاجات السلطه. وشوفوا انتوا هتعملوا ايه وانا هعمل الباقي، يعني السلايفه هيعملوا ايه، كل واحد هيعمل ايه وانا هعمل الباقي. قالوا لي اعملي صينيه مسقعه كبيره. كنت ناويه احط دي بقى في صينيه واعمل وشها، وحمر لنا طبقين 3 فلفل، واعمل لنا يعني سلطه كتير. لما عملت الاكل قلت سبحان الله، انا ما كنتش ناويه اعمل اكل لحد، ما اعرفش ان موضوع الانفار دوت هيعوز اكل في البيت. دلوقتي لقيتهم جايين بيقولوا لي كده بقى لا خلاص الاكل جاهز، الاكل هما جابوه. زعلت اولا لان انا كنت محضره نفسي، مجهزه نفسي ان انا هحط استنى هوريكم. بصوا يا جماعه، كنت ناويه الصغيره دي هحط فيها الفلفل او السلطه، يعني واحده فيهم، يعني دي واحده فيهم الفلفل واحده فيهم السلطه، وديت هحط فيها المسقعه اهو. كنت ناويه اودي 3 حلل دولت، احنا بنودي حلل زي ديت، ولازم تكون زي ديت لان بنعمل كده، بنعمل الاكل كده احنا موديين، بنقلب الحله كده ونحط الحله دي فوقها كده، ونرجع نقلب الغطا ده ونحط الحله دي فوقهم كده، ونرجع نقلب دي ونحط المحد، بنوديه لغايه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بيبقى محطوط في شنطة الخضار اللي هي بنتسوق بيه، الأكل بيبقى رايح كده. فقلت ال3 حلل دول، احنا كنا بنودي في الصحينة من عند حماتي الأول، فقلت ال3 حلل دول هيبقوا أحسن من الصحينة اللي عند حماتي، عشان الصحينة بتبقى بتحطي كل صحن جواه الغطا بتاعه، عشان الأكل ما يتكبش على بعضه وهو رايح الأرض. فلما جات لي بقى الموضوع ده قلت هودي في الحل ده، هيبقى شكلها اشك يعني في ان الاكل مش هيغطس جوه بعض. اللهم لك الحمد. لو في اي تغيير هيبعتولي، يعني ممكن الاكل مثلا وهم جايبينه من المطاعم ما يكفيش لو في تغيير هيقولوا لي، وانا برضه هودي لهم الاكل، يعني هتني وراهم برضه لحد ما ما احاول اخليهم ياخدوا الاكل ان انا عملت وتعبت فيه. صار لحد امتى وامتى، فما بحبش كده تعب يروح على الفاضي يعني، وبحب الناس تاكل في نفس الوقت. يلا بقى نروح نقشر الغله بتاعتنا ونشوف بقيه اليوم معانا يمشي ازاي. صباح الخير.
كاملة. معلش خليها تفرد شعرها. صباح الخير. بعد ما صحيت من النوم بقى النهارده كده تحت الشبابيك عندي شوية كده ايه غسيل غسلاهم على ايديا كده، ما يستحملوش انهم يستنوا غسالة يعني. غسلتهم ونشرتهم وقلت بقى ايه هبص على الفراخ بتاعتي اللي هي الفراخ الساسو، واجي بقى الايه للغنم بتوعي. نسيت شوية عفشات عشان احطهم معايا للارانب بتوعي. حطيت لهم دشيشة العيش مكسرة ونشربهم بقى. انا جايبه لكم الميه. حاضر. عندي بقى محشي من امبارح. المحشي بتاع امبارح كان تحفه تحفه بمعنى الكلمه. عندي محشي عامله حله كبيره، قلت ايه تستحمل معانا يعني، حرام علينا ان احنا نقعد يوم من غير اكل. لازم كل يوم نعمل اكل، نقعد يوم اجازه كده ما نعملش حاجه. والله العظيم. والمحشي امبارح ما خدش حاجه يعني، كان خفيف ولذيذ كده. كل حاجه كانت متفرزه بس ما فرزتهمش كتير عشان يبقى الاكل ليه طعم. حاولوا لما تعملوا حاجه متفرزه زي ورق الكرنب والحاجات دي كلها تعملوها ايه تفرزوها يعني فتره قليله يعني. لا ما تحطوش تبني، انا لسه حطوا تبني مكان اهو. اصل انا حاطه لهم عيش وشيش هياكلوه، التبني هيطير عليكم. يلا روحوا للفراخ بتاعتنا يلا. خلصت بقى عند الحيوانات بتاعتنا، جينا هنا عند الفراخ. بس بنجرب ايه نشوف الشباك يكون هو ده مفتوح قوي. كذا حاجه تجيب لهم شمس. هحاول اجيب لهم حاجه كده ايه حاجه يعني سهل في تصليحها. ده لو في حاجه بسيطه هصلحها. لو انت كده مفتوح من فوق مفتوح من هنا مش عارفه. خليك كنت معقولة يعني مفيش حد فيكم خالص نطلعها كلكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليه كده فجعتيني؟ اللهم صل على النبي. دي مطلعة هي واحدة ولا ايه دي؟ اتنين. لسه بقول النهارده اهو، بقول مفيش حاجة خالص فيكم كده. ايه دي؟ يا كده مالك بس؟ مش طايلة، عايزة حاجة اقف عليها. تعالى انت كده يمكن. اوعى بس تقع. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل ضرر اسمش. ايه ده؟ انا مش شايفه تحتك. الواد اتفرخ دول. مالك يا حاج؟ وهي غالبا مطلعه ولا ربنا وعدني انه يطلع واحده. انت مالك تحتيكي ايه؟ طيب تبرد عليا. طير هي مستسلمه كده ليه؟ ايوه اطلعي كده بره.
ايوه في ايه بقى تحتك اهو، مطلعة واحدة مطلعة واحدة والتانية لسه هتطلع. راحت فين البيضة التانية اهو، انت تحتك وانت فيش. والله بس يا جماعة بقول النهاردة بقى يعني خلاص الحمام مش مطلع ولا اكتفتني مطلعينها. المفروض ان دي كانت بيضة اول واحدة الاخت دي. اللهم صل على النبي طلعت اهي. طب قولي بس هنوري الناس والله ما تخاف. والله يا جماعة هي كانت بيضة واحدة وطلعت واحدة. والله يا جماعة دول ما شفتهمش من اول امبارح. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. هي الاخت ديت عاملة عشة ولا ايه؟ انتوا بقى عاملين ايه؟ انتوا نايمين؟ اللهم صل على النبي. كبرت شوية كبرت اهو. ما تيجي بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. الله اكبر. بس ما فتحوش ليه؟ والله تفتحوا امتى؟ لكم واحد صغير زيادة عن اللزوم. راح فين الصغنون ده؟ فين اهو. بصوا بيلعبوا ازاي. اللهم صل على النبي. مش عارفة كده، بس الحكاية ان انا خايفة منكم. مش شبه الفيران كده. خلاص اتفضل امي. شافتني وانا بلعب معاكم كده هتيجي جايه مش علقاني. نعمل ايه بقى؟ احاول اعمل لهم حاجه ما يطلعوش. طلعوا يجوا هنا. لو طلعوا مش هتعرف تدافع عنه. ممكن حاجه تاكل كده. بصوا ممكن هتدخل الدخله دي لكن مش هتعرف. شويه حشيشه. لما تست بقى تست نشوف هتعرف تدخل عندنا هنا ولا لا. يلا شوفي كده الحته بتاعتك كده تاخدك ولا متاخدكش. ايه دي ايه دي غله. يلا اهي شفتوها. بس عاملين كده شويه ده كده هتبقى كتير. خليها كده عشان مفيش حاجه تدخل عنها. ده الروتين بتاع الفراخ بتاعتنا بقى. نشوف بيتنا بقى شغل البيت. خلصت بقى اللي ورايا كده وغيرت الفراخ بتاعتي وظبطت الدنيا. قلت بقى اما اروح للغنم غنمتي ايه نعشيهم ونشوف الجو الجميل اللي احنا فيه ده. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. متنسوش اذكار المساء. امسينا وامسى الملك لله والحمد لله لا اله الا الله كل الملك والحمد على كل شيء قدير. صور يا ماما. ما تفتحش التليفون. احط التليفون. خلصنا بقى اكل الغنم كده. بسم الله ما شاء الله. كنت مليانه من كل ده فيه. عايزه اقول لكم المغرب ده بيأذن اهو وانا مخلصه ايه عنده. نشربها عشان نشيل الميه عشان الميه ما تفضلش قدامكم ولا توقعوها ولا تعملوا في نفسكم حاجه. شربهم بقى كده ونمشيهم. بصوا الجو عامل ازاي. كده طبعا بقى ايه مخلصين اللي ورانا وجايين هنا. احنا ما وراناش اي حاجه خالص. نروح نتعشى ونكتبوا بقى الواجبات اللي علينا وكده. نروح بقى كمان نقفل على الفراخ بتاعتي وايه وندفيهم ونشغل لهم اللمبه. انا نسيت حتى المفروض كنت مشغل لهم اللمبه قبل ما ننزل. انا عبال ما جيت من عند الحيوانات بتاعتي مستريحه احنا خلصنا من المغرب. جيت بقى ايه غيرت الفرشه بتاع الدور كده ونضفتهم كده
مش عارفة احسهم كده ايه سقعانين. حاولت بقى ادفيهم بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي كده. ايه يا عسول. خلاص انا جيت لك اهو. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ما تنسونوش اللايك والشير وتشتركوا بالقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.